السلام عليكم ورحمة الله البنات. المهم بغيت نشارك معكم نصائح باش تنجح لكم الشباكية ديالكم. مهمة البنات بالنسبة للعجين. انا عندي شباكية حطها هذه عامين تقريبا في اليوتيوب. الا بغيتو تقدروا تمشيو وتفرجوا فيها. عندي بزاف ديال الشباكيات تقريبا شي 3 أو 4، ولكن اللي في الصورة المصغرة ديالها غادي تلقاو هذه القطعة هذه، فهي هذه العجينة يعني كنقل منها النيت. فهمتوا؟ يعني سيروا قلبوا في اليوتيوب، اكتبوا شباكيه وكتبوا وحدها ياسمين الزهراوي، راه غادي تطلع لكم. وما غاديش تطلع لكم غير وحده كيف ما قلت لكم، غتطلع لكم وحده اخرى ديال الزنجلان وهذا، ولكن هذه ديال اللوز هي اللي غادي تلقاو في الصوره المصغره ديالها هذه القطعه في الجنب. المهم البنات بالنسبه للطريقه ديال العجين، كتاخذوا النواشف كلهم كتخلطوهم مع الدقيق. راه الا مشيتوا لليوتيوب غادي تشوفوا الفيديو. اللي ما بامكانهاش تمشي لليوتيوب انا غنقول ليها كلشي هنا. المهم قلت لكم البنات كتخلطوا النواشف كلهم. من الاحسن الا بيتوهم، يعني الا بغيتوا مثلا تعجنوها في الصباح بيتو خلطوا الدقيق، النفع، حبه حلاوه، البسباس، القرفه، اللوز، الزنجلان، كطحنوا كل شيء وكتخلطوه مع الدقيق. الغد فاش كتصبح ديك الدقيق مع هذا مخلط بحال كيندمجوا المكونات، كتاخذوهم وكتغربلوهم، يعني كتغربلوا كلشي عاوتاني. ملي كتغربلوهم كتحصلوا على واحد الدقيق رطاب، لان كيطلق فيه داك الزنجلان واللوز كيطلقوا فيه الزيوت، كتحصلوا على واحد الدقيق رطب. يعني فاش كتعجنوه كتجي العجينه زوينه. صافي من بعد ما تخلطوا تغربلوا دوك النواشف، كديروهم في شي قصعه اولا في العجانه اولا في هذاك البلاصه فين بغيتو تعجنوا. انا كنفضل الشباكيه تعجن باليد وما تعجنش بالعجانه، فهمتوا؟ باش تحكموا في القوام ديال العجين. صافي البنات من بعد ما كتضيفوا عليها السوائل ما كتدلكوهاش هكا بالبونيه، لا، كنبقاو كنجمعوا هكا الدقيق وبالسوائل. ما عمر شباكيه ما كندلكوهاش، انا بعدا ما كندلكاش، كتجيني زوينه. صافي البنات من بعد ما كتجمعوها انا مباشره كنخدم، ما تنديرها لا في الثلاجه لا في والو. اصلا دابا راني عاجناها تقريبا مع ديك 7:30، دابا هاني 9 هاني قريبا نكمل ما شاء الله. صافي البنات قلت لكم ما كترتاح ما والو. كتقسموا العجين، كتورقوه المره الاولى، كطويوه، كتورقوا عاوتاني هذوك القطع ديال العجين الصغيره، كتورقوهم المره الاولى كطويوهم بحال هكا، عاوتاني كتورقوهم المره الثانيه صافي، وكتحطوهم في واحد البلاستيكه. من بعد كتبداو تورقوا العجين، كتورقوا العجين اللي عندها الماكينه كدوز فيها. يعني ما عندناش كتخدم بالدلاك عادي، يعني ما هذه ماشي شي حاجه اللي مهمه الانسان يركز عليها. كتورقوا بالدلاك حتى كتبان لكم راها رقاقت. صافي وكتبداو تخرجوا. بغيتو ديروا ديال 4، البنات اللي ما عارفينش كاع يشبكوا يعني يلاه تيتعلموا. ونصيحه البنات راه حتى شي وحده ما زادت معلمه، يعني الا ما خدمتيش انت اليوم، الا ما درتيهاش وخسرات ليك، ودرتيها غدا وجاتك شويه، ودرتيها الغد ليه وسلقات ليك واحد شويه وليتي بروفيسيونال فيها، راه ما عمركم اخواتاتي غتعلموا. الانسان خاصو التجربه. نجرب اليوم، الا خسرات ماشي مشكل، نعاود نجرب عاوتاني مره اخرى. ولا ما قدرتش نجرب في نفس السيمانه، درت شباكيه هاد العام ما صدقاتش ليا، ماشي مشكل، نخليها حتى العام الجاي ونعاود نجربها. ولا تحت ليا الفرصه في شي شهر بلا رمضان نقدر نجربها ونتعلم فيها. فهمتوا البنات؟ ما تعكزوش، يعني الانسان خصو التجربه. بلا تجربه راه حتى شي واحد ما زاد معلم. انت ماشي من الدقه الاولى غادي تجي وغادي تبداي تصرعي الشباكيه. المهم البنات قلت لكم اللي ما كتعرفش هكا تشبك دير غير ديال 4، يعني 4 الاشرطه، طوي 2 على 2 وصافي. واللي شويه هكا زعما عندها مع التشبك ولا دير هذه ديال 5 حتى هي كتجي زوينه. كذلك ديال 6 حتى هي ساهله، ديال 6 اسهل ما كاين. يعني كتشدي على 2 اشرطه تطويهم هكا على 2 وتيبقاو لك 2 هنا، بقى لي هنايا غير واحد لان دايره ديال 5. كطويهم حتى هما صافي، وكتقبصي عليها هكا من التحت وصافي، كتطويها. انا هذه مع راني كنهضر معكم تلفت واصلا ديال 6 ماشي هي ديال 5. المهم البنات هادشي هو اللي نقدر نقول لكم على الشباكيه. وكيف ما قلت لكم في واحد الفيديو قبل ان العسل خصو يكون ديال الدار، ما تحاولوش تصايبوا الشباكيه بالعسل ديال الزنقه، لانه راه كيوضر ليها المكونات اللي فيها. صافي كتوليو تحسوا غير بالمذاق ديال العسل، واصلا ما كتشربوش الشباكيه والو، كيبقى هكا لاصق عليها، ما يعني ما كتشربوا ما والو. المهم البنات في الاخير غنقول لكم اللي بغات هكا بحال
حلويات ديال رمضان، معسلات وهذا راهم عندي في القناه. غير القناه ديالي راه ما طالعاش، يعني ما غاديش تطلع لكم الا ما كتبتوش السميه ديالها ما غاديش تطلع لكم. مثلا بغيتو الشباكيه غديروا حداها ياسمين الزهراء، وبغيتو معسلات اخرى غتكتبوا معسلات وغتكتبوا حداها ياسمين الزهراء ومعسلات رمضان غيطلعوا لكم. المهم راه هداكشي كنت دايره شحال هادي شي عامين، اما دابا ما بقيتش اكتيف في اليوتيوب. ان شاء الله يا ربي قريبا غادي نرجع ونشارك معكم الوصفات اللي دخلت وقدرت تشترك باش ان شاء الله نهار رجعت بقاو هكا يوصلوكم الوصفات ديالي. والبنات اللي ما عندهمش اليوتيوب كيف قلت لكم، هذا حتى هاد الشبكيه راني حاطاها حتى في تيك توك، ولكن حاطاها مقسمه، فهمتوا يعني ماشي فيديو مجموع. قلبوا في الكونت ديالي في تيك توك راه غادي تلقاو الفيديو ديالها، يعني غتلقاو الفيديو مقسم. يلا البنات شكرا لكم على المشاهده ديال الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.